صباح الخير. شنو حواليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. دونك احنا توا ديجا في فترة امتحانات، ان شاء الله قبل كل شيء ربي ينجح صغيراتنا الكل. دونك في فترة الامتحانات يزيد الضغط على الاولياء وعلى الصغيرات، وهما احنا وليداتنا صغار. دونك في حاجة الناس والاشخاص يحسوهم دونك بالامان. هذاك علاش يا امهات رفقا بصغيراتنا، خاطر كل كلمة، كل حركة، كل نظرة منا ممكن تكون عندها معنى بالنسبة ليهم هما، يا إما تخفف التوتر والضغط النفسي اللي هما قاعدين يعيشوا فيه من الامتحانات، وإلا تنجم تزيد من هاك التوتر والضغط هذاك. لذا من المهم إنك تطمن صغيرك، تحسوا بالطمأنينة، تحسوا بالأمان، بالراحة، وباش تنجم انت تحقق الهدف هذايا. دونك تولي تستعمل في الخطاب متاعك معاه معلومات، كلمات تأكد على الإمكانيات متاعه. معناه الصغير هذاك شنو ينجم هو يعمل. مثلا تقول له أنا واثقة اللي أنت تنجم تتخطى برشا صعوبات، نعرف اللي ولدي بطل. وكان لازم معناها تذكره بحاجات قام بها وتحديات، يعني هو تخطاها وقام بها حتى ولو هي ما عندهاش علاقة بالامتحانات، يعني في الواقع المعيشي اليومي متاعه. ثاني نقطة اللي هي التركيز على إيجابيات الصغير. دونك انت يلزمك تركز على الحاجات الباهيه والبوزيتيف اللي في ولدك. مثلا انك تقول له نعرف اللي ولدي ذكي، نعرف اللي ولدي نجم يفهم بسهوله، نعرف اللي مثلا ولدي ما نعرفش انا الرياضيات ماهيش باش تغلبه، ولدي تبارك الله عليه دونك يطالع برشا ويقرا برشا، دونك ما عندوش مشكله في الانتاج الكتابي. دونك الامتحانات ماهيش حاجه صعيبه على ولدي، ولدي نجم يعمل حاجه هكا وهكا. دونك يلزمنا نشجعوه بعبارات ايجابيه، بكلمات هكايا تخليه هو يتشجع وياخذ ثقه في نفسه. ثالث حاجه اللي هي عدم اللوم. ما يلزمكش تلوم صغيرك على حتى حاجه في الامتحانات، وبرا غلط في الامتحان والا حتى بلبزو كيف ما نقولوا احنا، ما يلزمكش انت تجي وتلوم عليه. دونك كما قلت لكم اللي الصغير حتى ولو جاو معناها في عمل اجابات غلطه بعد ما يروح، خاطر احنا صغارنا كلهم شو نقول لك والله ماما ساهل ماهل، والامهات تترعب من كلمه ساهل ماهل كعبه حلوه، الكلنا نخافوا منها الحكايه هذه. مي حتى ولو مثلا نقولوا احنا اللي انتم رجعتوا ولدك جاب حاجات غلطة، ولا ميم حتى كي يرجعوا له معناها المعلمين ولا الاساتذه نتاعو لي كوبي وتلقى ديفات فيهم، ما تلوموش على الاخطاء هذوك، مش تقولوا ليه علاش وهذه سهله كيفاش تغلط فيها ولا لا. على خاطر راهو اللوم باش يجيب نتائج عكسيه. كي باش تقعد انت تلوم في صغيرك باش يفقد الثقه في ذاته، يصير حتى انه معناها تولي له هاجس الامتحانات ورعب وغول وبعبع عليه. جاوب بالغلط ما يسالش، ما نلوموهوش، بالعكس خليه هو صغيرك يعبر عن المشاعر نتاعو، خليه هو يتعلم الغلطه نتاعو وين، يتعلم الدرس، باش هكاكا وقت تبدا جايه فما فتره اخرى نتاع امتحانات، مثلا امتحانات الثلاثي الثاني ولا حاجه، يولي صغيرك هو يستعد وهو عارف الاخطاء نتاعو. اذا كان هما عنده اخطاء نتاع قله تركيز، والا ما رجعش مليح، والا ما نعرفش انا عنده الضغط نتاع الوقت، خاطر نعرفوا نحن انت كل امتحان عنده وقت معين، ينجم يكون هو كبش في سؤال وقعد مات وفناه حياه فيه، يحب يجاوب عليه بالصحيح مثلا، دونك فلت بقيه الاسئله مثلا ولا حاجه هكاك، يولي هو يتعلم الخطا نتاعو وين. لذا من غير ما نقعدوا نلوموا في صغيراتنا، راهم صغيراتنا هما اهم وابجل من الامتحانات. نفسيه صغيري اولويه. ربي نجح الصغيرات الكل، وان شاء الله يا ربي نكون فدتكم. اذا عندكم اي اسئله تخص الامتحانات والا كيفيه التعامل مع صغير في فتره الامتحانات، خليوا لي في لي كومنتير وانا مستعده نجاوبكم. من هنا الفيديو القادم ان شاء الله نخليكم في وديعه ربي وفي حفظه امانه، ويا ربي نجح صغيراتنا الكل وفرح الامهات الكل بوليداتهم. الى اللقاء.